الخربة هذيك. الشيء الثاني الأهم أن الطبقة الشغيلة هو الاتحاد التونسي للشغل يعني يعيش ويسترجع قوته، وإحنا دخلنا على خاطر تعلقنا بمبادئ الطبقة الشغيلة ودفاعا عنها وعن إضراباتها. راها اليوم معناها في الوقت هذاك معناها تدافع على الديمقراطية والحريات والاستقلالية متاعها. يعني بالنسبة لنا احنا حياة جديدة، يعني حياة كبيرة جد دبت فينا واعطتنا أمل كبير ياسر. شيئا فشيئا إلى أن الاتحاد أصبح في واقع الأمر رابطة أو تجمع لمختلف تيارات المعارضة، وهذا يفسر المناورات اللي خرجت أو صدرت من الحزب، من إدارة الحزب في هذه الفترة. ماذا حصل في هذه الفترة؟ يعني لا ننسى أنه منذ بداية السبعينات الجامعة أصبحت تقريبا كليا في يد الفصائل اليسارية. وعندما نقول الجامعة نقول يعني المتخرجون في المستقبل من رجال تعليم ومن موظفين وإلى ذلك. هؤلاء بعد يعني الخروج من الجامعة أين سيجدون متنفس للنشاط؟ الفضاء الوحيد للنشاط كان هو الاتحاد العام التونسي للشغل، لأن البلاد كانت تعيش حالة من حكم الحزب الواحد، يعني نظام الحزب الواحد. لم تكن هناك تعددية سياسية، هناك حركة سرية، ولكن الحركة السرية مهما يكون حجمها لا تستطيع أن تجمع عدد كبير من الناس، لأن مبدأها هو السرية. وزيد على هذا بطبيعة الحال مسألة الفوت، تكوين نقابة مستقلة ومناورة وقعت بين الصياح وبين المرحوم شو اسمه الدشراوي، ومنظمة نقابية فهمتني، ولا يظهر لي حتى وصلوا باش عملوا حتى القانون الأساسي نتاعهم، منظمة موجود القانون الأساسي نتاعهم. كل هالمناورات هذه خلتنا شوية في شوية الثقة اللي ارتكز عليها الوفاق وارتكز عليها التضامن والعمل معنا المشترك في نطاق سياسة تعاقدية، كل هذا اضمحل. ومن هذا بطبيعة الحال اتأزمت الأمور بعد ما واحد عبد الله الوردني فهمتني ولا تهدد الرئيس عاود اغتيال لعيب عاشورة هذه باش هي حاجة بسيطة، وصارت في سوسة في اوتيل القصر. الواحد يقول له اسمه حسن موسى، كان انسان معناها قائد تاع ميليشيا واتصاله معناها دائم مع الداخلية، في سكرة خمرية حضر فيها هذا واحد عبد الله المبروك، عبد الله الورداني يقولوا، كان بوكسور قبل. ومن المفارقات يعني من الحومة الشعبية، حتى في اوقات كنت نترين معه في صالة كلها، حتى انت عارف حتى قبل انت عارف، حتى اللي وصلت انا قريت على روحي ووصلت في مستوى لاباس به وشديت المسؤولية في الاتحاد الجوي، وهو كان وقت هذاك فلاق، لانه هو قتل صلاح بن يوسف. باش تبدو تعرفوا هذا السيد هذايا وقتاش قتله، وقت اي نقرة في بولونيا. شوف المفارقات العجيبة، اي نقرة في بولونيا في بقعة يقول لها اوتش، وهو جاو مع زرق العيون على اساس كونوا باش يعملوا بوكس، باش يلعبوا البوكس، وهو مش لعب بوكس حتى شيء، هما جاو خسيس لصالح بن يوسف. ليلتها انصرت في الراديو وقتلوا صالح بن يوسف. السيد هذايا توعد باش يقتل حبيب عاشور في الجلسه هذه، كان فيها حاضر فيها واحد يقولوا سعد البلومي، لانه هذا عبد الله الورداني هربوه الحبس هما، لانه كان قاعد برا كنا نقتلوه. عملت فوق دخلت راهم مش حبوا يحرقوا الشديره نتاع اوتيل القصر. قلت يدوس القصر لا مشيت وقتها على دوفين، كانت قبل كلمه فيها اسمها دوفين، مشيت غادي نلقاهم نشوف القوه العماليه، شجره قدسيه معناها قلعوها من جذورها وعملوا بها برا، سدوا عليها باش يدخلوا محد. وصلت قد وخذيت الكلمه وبديت نخطب، بديت نوعي بالسي باش خلقت، لانه كنت هذاك في سوسه سير بوكينج كلها معبيه بالتوريست، بديروا شيء كبير. ورحمة من لطاف ربي سبحانه وتعالى ما عملوش العمليه هذيك، لكن واش عملوا؟ حرقوا المناج. قبل كان ثمك المناج بتاع الساكر بتاع عبد الله الورداني كما في السواقس بتاع الجربي فهمني، حرقوه طرف. وش فيه المناج؟ لانه فيه تصويره بتاع هذا عبد الله الورداني بورقيبه يقلد فيه وسام الجمهوريه لانه قتل صلاح بن يوسف، مش تعرفوا علاش؟ وبعديك حرقوا قهوه البلار. تعرف علاش قهوه البلار؟ لانه فيها واحد يقولوا قاسم قش اللي بعثوه باش يقتل احمد بن صالح في باريس.
هذا راهو برشا ناس ما تعرفوش، لازم تعرف حتى يعرفوا الحقيقه. اي نعم، هذا اللي كان مكلف باش يقتل حبيب بن صالح في باريس، قاسم قشقش اسمه، ورداني زاد كيف. حاجتين هي اللي ادت الى 26 جانفي، حاجتين كما قلت اللي هما في الاصل متعارضين متباعدين. شنو هما الحاجتين هذوما؟ الحاجه الاولى هي اللي خلاه يوقع بطبيعه الحال، يعني العمال هبوا للشوارع وخرجوا، مش خرجوا هكاك ما لقاو ما يعملوا ولا قالوا لهم برا اخرجوا، لان هما يعيشوا ظروف يعني اجتماعيه، ظروف معيشيه، غلاء معيشه، ظروف مهنيه سيئه جدا، سواء بالنسبه للجانب المعيشي، بالنسبه لقطاع الموظفين والعملاء، وخاصة يعني اللي كانوا في ظروف يعني تعبة برشا، خاصة يعني العمال، وخاصة في ذلك الوقت عمال قانون افريل 72، لانه قاعد يتسع. دونك ظروف العمل، ظروف المعيشة، غلاء المعيشة في الوقت اللي الاجور براتيكمون قاعدة يعني مجمدة، ما فماش حتى شيء من هذا القبيل. خلنا نعرف كيفاش باش تكبر المشكل داخل ابو اياد قيادي من فلسطين الله يرحمه، لان وطلب من سي الهادي باش نعملوا اجتماع في دار طاهر بالخوجه. شكون اجتماع؟ يعني طاهر بالخوجه والحبيب عاشور والهادي نويره، وهو في الاجتماع وصل باش يقول سي الهادي مستعد باش نجيب لك الفلوس 19 مليار اللي انت حاجتك بهم نجيبهم لك وما تعملش مشكل، لان ليس عندنا باش توقع مشكل في تونس، لان احنا كمنظمه فلسطينيه لقينا راحتنا في تونس. ثم الاتحاد العام هذايا من قبل يعاون فينا، ما يساعدناش توقع عركه بيناتكم. ما وقعش اتفاق هذايا، ما حبش هذه خليها نرفض، عنده الحق كحكومه كان ما ناخذش الفلوس. يقول الضرب 26 جانفي هو يعبر على ازمه سياسيه قبل ان تكون ازمه اجتماعيه. لا محاله فما موضوع اساسات اللي قاعدت ما اخذتش معناها حظها، لكن بين قوسين قبل الاضراب في المحاكمه عبد الله فرحات ومحمد جمعه يقولوا تقابلنا مع الحبيب عاشور قبل الاضراب وبلغنا ان فما اضراب عام مش يقع، وعرضوا عليه قالوا له هالحاجات هذوما كل نحلوها، والموعد نتاع ابريل نجموا يحطوه في جانفي ولا في فيل. قال ما نجمش، مانيش مستعد، الى غير ذلك من المحاولات اللي وقعت. احمد المستيري زاد كذلك وحاسب بن عمار مشاو على اساس انهم يتفاداوا الاضراب العام. لربما هو في نظر الحبيب عاشور رد فاعل ربما مناسبه لاستعراض القوى، ربما ما كانش يتوقع الا باش يصير منه، لكن كل اضراب هو سلاح في يد العمال. الاضراب العام شخصيا نقول هو من الاسلحه ذات الدمار الشامل. ما يقعش استعمال كما البومب اتوميك، ما يقعش استعمال الاضراب العام في جميع الصور. حصلت استقالات الوزراء، استقالات او اقالات للوزراء بضعه اشهر قبل هذه الاحداث، على اعتبار أن هؤلاء الوزراء كانوا يريدون اتباع منهج سلمي في التعامل مع الأزمة الاجتماعية والأزمة النقبية، وبالتالي أصبح الطريق مفتوحا أمام الحل العنيف وهو الحل الأمني ضد النقبيين. فيعني أحداث 26 جانفي 1978 التي يعني وقع إنزال الجيش فيها في الطرقات لإفشال الإضراب العام، وهو الإضراب العام الأول في تاريخ تونس المستقلة. يعني هذا اليوم اكتشف التونسيون الحد الذي يمكن أن يصل إليه النظام أحادي، نظام حكم لم تكن لم يكن هناك من أي فوارق بينه وبين أنظمة الحكم القمعية الأخرى في أمريكا اللاتينية في تلك الفترة وما إلى ذلك. وكيف يمكن أن تتحول الدولة الوطنية التي نشأت بتضحيات التونسيين ونشأت على نظرية خدمة الشعب التونسي، كيف يمكن أن تتحول هذه الحكومة وهذه الدولة إلى قاتل ومطلق نار على الشعب التونسي الذي كان بالإضافة بطبيعة الحال إلى الشعارات السياسية التي كان يشحنها اليسار في صفوف المحتجين. كان هناك احتياج حقيقي
وأزمة اجتماعية واقتصادية حقيقية يعاني منها التونسيين في هذه الفترة، حاول التعبير عنها بالانخراط في التحركات الاحتجاجية للاتحاد العام التونسي للشغل المركزية النقابية. بوجود محمد المصمودي مع الحبيب عاشور ومع القذافي، بالنسبة لهادي نويرة اللي القذافي بطبيعة هادي نويرة كان ضد اتفاق جربة اللي مصمودي كان ندى به وفي وقت من الأوقات حتى جات معناها ثم مؤامرة وقعت من طرف القذافي وفما ناس جاوا حبوا يقتلوا الهادي نويرة هنا في تونس. دونك بالنسبة لهادي نويرة العدو اللدود نتاعه هو القذافي، والمنافس الكبير السياسي ليه هو المصمودي. الحبيب عاشور يمشي ويقعد مع الناس هذوما في اجتماع وحدهم راس راس، ايش قالوا واش ما قالوش واش عملوا واش ما عملوش وشو السبب، لكن بالنسبة للهادي نويرة المشية هذه أثرت فيه وقلصت من الثقة اللي كانت عنده بالنسبة للحبيب عاشور.